لو حاسة إنك مش لاقية وقت لنفسك وسط زحمة الحياة، الفيديو ده ليكي. في الفيديو ده بإذن الله هقولك إزاي تلاقي وقت لنفسك و10 أفكار ممكن تعمليهم في الوقت ده. لو جاهزة يلا بينا نبدأ. علشان تلاقي وقت لنفسك محتاجة تعرفي حاجة مهمة جدا. أولا، مش لازم تستني الوقت المناسب، ما تستنيش الوقت المناسب علشان تاخدي وقت لنفسك. حددي وقت معين خلال اليوم، ده اللي انت هتاخديه لنفسك، وما تستنيش الوقت المناسب. انت خدي القرار وحددي الوقت اللي انت حابة تاخدي فيه وقت لنفسك. تاني حاجة، وقتك لنفسك مش لازم يكون ساعة ولا ساعتين، ممكن يكون نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقايق، أو حتى دقيقة واحدة تفصلي فيها دماغك. تاني حاجة، علشان تعرفي تاخدي وقت لنفسك محتاجة تحددي أولوياتك. مش لازم تملي اليوم كله مسؤوليات، اختاري 3 مسؤوليات، دول أهم 3 حاجات ما ينفعش اليوم يعدي من غيرهم، وخدي وقت لنفسك بعدهم. حتى لو هتعملي حاجات تانية أكتر من ال3، بس ما حاولي على قد ما تقدري ما تكتريش مسؤوليات، لان لما تحددي اولوياتك هتقدري تاخدي وقت لنفسك، هتعرفي تظبطي وقتك وتديري وقتك، بالتالي هتعرفي تاخدي وقت لنفسك وانتي مرتاحة من غير شعور بالذنب. مش لازم تملي اليوم كله مسؤوليات زي ما قلتلك. تالت حاجة، علشان تعرفي تاخدي وقت لنفسك محتاجة تعاملي نفسك كأولوية. طول ما انتي بتبدي الحاجات اللي وراكي على نفسك مش هتعرفي تاخدي وقت لنفسك، فلازم تعاملي نفسك كأولوية. طب يعني ايه تعاملي نفسك كأولوية؟ تعاملي نفسك كأولوية يعني انتي مهمة رقم 1 قبل اي حد، وانتي مهمة رقم 1 قبل اي مسؤولية وراكي. يعني انتي اهم من اي مهمة وراكي، يعني انتي اهم من تنظيف الشقة، انتي اهم من المذاكرة. انتي الاول، لو ما كنتش انتي مرتاحة مش هتعرفي تعملي الحاجات اللي وراكي. يعني دماغك مهمة، صحتك مهمة، راحتك النفسية مهمة. فلو ما اديتيش نفسك الأولوية مش هتعرفي تاخدي وقت لنفسك. طبيعي هتبتدي تشتغلي وتعملي كل المسؤوليات اللي وراكي، فهتحسي ان انتي مضغوطة لو انتي مش مدية نفسك الأولوية. فعلشان تعرفي تاخدي وقت لنفسك محتاجة تعاملي نفسك كأولوية. واعرفي حاجة مهمة قوي، ان وقتك لنفسك مهم، وقتك لنفسك مش تضيع وقت. يعني ما تحسيش بالذنب لو خدتي وقت لنفسك، بالعكس لو ما خدتيش وقت لنفسك انت كده بتضغطي على نفسك. لكن لما بتاخدي وقت لنفسك هتكوني مبسوطة، هتقدري تشحني طاقتك، فهتقدري تعملي اللي وراكي بهدوء من غير ضغط، بحب. يعني جربي كده مرة واحدة تاخدي وقت لنفسك، حتى لو حاسة ان انتي مش حابة الفكرة، او حتى لو حاسة ان انتي مش متقبلاها او حاسة بالذنب. ابتدي جربي، بعدها هتلاقي طاقتك زادت، وهتلاقي نفسك فعلا قدرتي قيمة الوقت اللي انتي هتاخديه لنفسك. رابع حاجة، علشان تعرفي تاخدي وقت لنفسك محتاجة تقللي الدوشة اللي حواليكي وتقللي المشتتات على قد ما تقدري. الدوشة دي زي ايه؟ الدوشة دي زي التليفون، مش لازم تمسكي التليفون وقت كبير، قللي من وقت استخدام التليفون وبدليه بان انت تاخدي وقت لنفسك. بدل ما تمسكي التليفون 3-4 ساعات في اليوم، لو بتمسكيه 4 ساعات خليهم 3، والساعة الباقية خديها لنفسك. لو بتمسكيه ساعتين امسكيه 1.5 ساعة وخدي نص الساعة التانية لنفسك. قللي وقت استخدام التليفون على قد ما تقدري، وخدي من الوقت اللي انت كنت بتستخدميه في التليفون خديه وقت لنفسك. وزي ما قلتلك هقولك كمان شوية 10 أفكار ممكن تعمليها في الوقت ده. طيب المشتتات التانية زي ايه؟ زي المكالمات الكتير، لو بتتكلمي مع أصحابك كتير أو مع أي شخص كتير في التليفون قللي من وقت الكلام وخدي وقت لنفسك. لو بتتقابلي مع أصحابك أو بتتقابلي مع العيلة أو أيا كان مين الناس اللي انت بتتقابلي معاهم كتير، قللي من وقت المقابلات دي واقعدي شوية مع نفسك وخدي وقت لنفسك، لأن زي ما قلتلك وقتك لنفسك هو مهم جدا.
انا مش هقدر اقولك تاخدي وقت لنفسك امتى بالظبط بالتحديد، لان كل واحد وحياته وظروفه مختلفين عن التانيين. لكن انا هديكي 3 اقتراحات تعمليهم او تاخدي فيهم وقت لنفسك. اول حاجة في بداية اليوم، اول ما تصحي على طول خدي وقت لنفسك. خدي وقت لنفسك ربع ساعة، تلت ساعة، ساعة، على قد ما تقدري. اصحي قبل اللي حواليكي ما يصحوا وخدي الوقت ده لنفسك. اعملي فيه الحاجات اللي بتبسطك وبتريحك، وهقولك دلوقتي ان شاء الله 10 افكار. تاني وقت ممكن تاخديه لنفسك ما بين المهام، يعني انت عملتي حاجة مهمة من مسؤولياتك، قبل ما تعملي الحاجة التانية خدي وقت لنفسك 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، او حتى دقيقة تفصلي فيها دماغك. تالت حاجة ممكن تاخدي فيها وقت لنفسك وهي قبل النوم، بعد ما تكوني خلصتي اليوم كله، قبل ما تنامي بساعة او بنص ساعة خدي وقت لنفسك. افصلي التليفون، ابعدي التليفون عنك، وخدي الوقت ده لنفسك. وانت لو طبقتي الحاجات اللي انا بقولك عليها من شوية، انك ما تستنيش الوقت المناسب وتحددي اولوياتك وتعاملي نفسك كأولوية وتبعدي المشتتات عنك، لو طبقتي الكلام ده هتعرفي بجد تختاري وقت مناسب ليكي، تعرفي تاخديه لنفسك وتشحني فيه طاقتك. بعد ما قلتلك ازاي تلاقي وقت لنفسك وتختاري الوقت المناسب ليكي، هقولك دلوقتي على 10 افكار ممكن تعمليهم في الوقت ده يشحنوا طاقتك ويساعدوك ان انتي تاخدي وقت لنفسك وتبقي مبسوطة وتدخلي على مسؤولياتك بحب مش بضغط. انا هقولك على الافكار وانت اختاري منهم اللي يناسبك. هي مجرد افكار، يعني مش لازم تعملي الحاجات اللي انا بقولها بالظبط، انت بس خدي منهم اللي يناسبك. شوفي الحاجة اللي انت بتحبيها، واهم حاجة في الوقت اللي انت هتاخديه لنفسك ان انت ما تضغطيش على نفسك بحاجة، اعملي فيه الحاجة اللي انت حباها. يعني الحاجات اللي انا هقولها لو فيهم حاجات انت مش حباها او مش قادرة تعمليها ما تضغطيش على نفسك، اعملي في الوقت ده الحاجة اللي انت حباها، بس اهم حاجة تبعدي عن التليفون. فشوفي ايه الحاجات اللي المناسبة ليكي واللي هتبسطك واللي انت حباها من اللي انا هقولها، او حتى تاخدي افكار تانية من ناس تانية. اهم حاجة ان انت تعملي في الوقت ده اللي انت حباه. يلا بينا على الافكار. اول حاجة القراءة. لو بتحبي القراءة وبتحبي تتعلمي اقرأي. القراءة مهمة جدا. القراءة مش بس حاجة هتخليكي مستمتعة، لا، القراءة حاجة هتفيدك وهتطور من عقلك، واحدة واحدة هتبتدي حياتك تتغير للأحسن لو حتى قرأتي صفحة واحدة بس في اليوم. تاني حاجة ممكن تعمليها هي التدوين أو الفضفضة، إن انتي تكتبي أفكارك على الورق وتكتبي مشاعرك، تكتبي انتي بتفكري في ايه وايه اللي انتي حاسة بيه وايه اللي انتي محتاجاه. دي حاجة هتريحك. او ممكن تفضفضي، سواء تفضفضي لربنا سبحانه وتعالى او تفضفضي مع حد قريب منك تكوني واثقة فيه وتكوني قادرة تطلعي اللي جواكي قدامه ويكون شخص مش بينتقدك. تالت حاجة ممكن تعمليها انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى. قربك من ربنا سبحانه وتعالى هيريحك، فشوفي ازاي تبدأي تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، وابتدي قربي من ربنا سبحانه وتعالى. قربك من ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلتلك هيريحك وهيشحنلك طاقتك، وبجد اصلا مفيش سعادة غير في القرب من ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة ممكن تعمليها انك تلوني. خامس حاجة انك تنظمي مكان في بيتك، جزء صغير. لو اتعلمتي تنظمي بيتك وتنظمي أجزاء بيتك بشكل بسيط هتبتدي تقعدي في مكان مرتب، وكل ما قعدت في مكان مرتب كل ما دماغك كانت مرتبة وكنت مرتاحة أكتر. سادس حاجة اعملي لك مشروبك المفضل في الوقت لنفسك. شوفي انتي بتحبي تشربي ايه، بتحبي تشربي قهوة، كوفي ميكس، شاي بلبن، عصير، ايا كان الحاجة اللي انتي بتحبي تشربيها واشربيها في الوقت المفضل ده، سواء وانتي قاعدة بتقرأي او انتي قاعدة ساكتة خالص مركزة بس مع اللي انتي بتشربيه. سابع حاجة ان انتي تهتمي بشكلك وتهتمي بنظافتك الشخصية وتهتمي بمظهرك الخارجي. كل ما اهتميتي بنفسك كل ما كنت مبسوطة اكتر. تامن حاجة ان انتي تتعلمي حاجة جديدة.
حتى لو هتعملي الكلام ده مرة واحدة كل أسبوع. ابتدي شوفي ايه الحاجات الجديدة اللي نفسك تتعلميها، وابتدي مرة كل أسبوع اتعلمي حاجة جديدة. زي ايه مثلا؟ زي ممكن تتعلمي تسريحة شعر جديدة، أو تتعلمي أكلة جديدة، أو حتى تتعلمي كلمة من لغة جديدة نفسك تتعلميها، أو تتفرجي على فيديو واحد من كورس جديد تشتركي فيه. أيا كان الحاجة الجديدة اللي نفسك تتعلميها، اعملي لنفسك تحدي إنك مرة في الأسبوع هتعملي حاجة جديدة وهتتعلمي حاجة جديدة مرة في الأسبوع. تاسع حاجة ممكن تعمليها هي المشي. إنك تتمشي سواء جوه بيتك، سواء تنزلي تتمشي برا البيت، أو حتى لو قادرة إنك تروحي الجيم. المشي هيريحك، المشي هيحسسك بالطاقة والنشاط، وهيبعد عنك الكسل. عاشر حاجة ممكن تعمليها هي إنك تسمعي بودكاست، أو تسمعي فيديو مفيد، أو تاخدي كورس جديد في موضوع انت مهتمة بيه. فزي ما قلتلك نقطتين مهمين: وقتك لنفسك أولوية، وعاملي نفسك كأولوية. النقطة التانية، خدي من الأفكار اللي أنا قلتلك عليها اللي يناسبك. أهم حاجة ما تضغطيش على نفسك، وتعملي الحاجة اللي انت حباها، علشان الحاجة اللي انت حباها دي اللي بإذن الله هتشحن طاقتك. أتمنى الفيديو يكون عجبك وفادك، واستنيني في الفيديو الجديد. ولو مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا. ولو عندك أي سؤال أو استفسار اكتبيلي في الكومنتات.